السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع مريم الحداد. فيديو النهارده عن تغيير كالون باب الاوضه، وهنتعلم مع بعض في الفيديو دون ازاي تغيري اي كالون باب اوضه عندك بمنتهى السهوله ومن غير ما تحتاجي لنجار وتصرفي ولا مليم. وبعد الفيديو دون هتغيريه بنفسك بمنتهى السهوله وببلاش كمان. وقبل ما نبدا الفيديو مع بعض ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي علشان تكبر بيكم، وتفعلوا كمان زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وزي ما انتوا شايفين معايا انا عندي بابين، باب ريسبشن وباب اوضه الاطفال، فانا حبيت ان انا اغير الكوالين وابدلها ما بينهم علشان خاطر باب الاوضه ملوش مفتاح وباب الريسبشن ليه مفتاح. فطبعا الفكره جات لي ازاي، ان انا طبعا اوضه الاطفال هي حاجه خاصه، ولما بيجيلك ضيوف ما ينفعش كل البيبان كده تكون مفتحه وكله يدخل في اي مكان كده عادي بمنتهى السهوله. فمن هنا حبيت ان انا اعمل لنفسي خصوصيه واحافظ على حاجتي برضو، وان انا الاوضه دي تكون مقفوله بمفتاح، والريسبشن مش مهم، كده كده المكان ده بيكون مفتوح دايما وما فيهوش حاجه ان انا اخاف عليها. لكن اوضه الاطفال لازم احافظ عليها واخاف عليها طبعا عشان بيكون فيها حاجات مهمه جدا، وكمان لسه يعني هي لاولادي ومفروحوش بيها، ولازم ان انا احافظ عليها بحيث ان الحاجه تفضل كويسه وجديده. وطبعا لازم كلكم برضو انتوا تعملوا نفس الفكره اللي انا عملتها، مش انا بس، ونحافظ على حاجتنا بابسط الامور. وفي الفيديو دوت هتقدري ان انت تغيري اي كالون او تبدلي الكوالين مع بعض بنفسك بمنتهى السهوله زي ما قلت. بس تابعي الفيديو للاخر وهتستفادي جدا معايا. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وزي ما انتوا شايفين كل اللي هنحتاجه مع بعض، هنحتاج مع بعض مفك فقط لا غير، ودوت اكتر حاجة انت هتستخدميها في فك الكوالين او في تبديلها من كالون للتاني. وكمان هنحتاج سكينة وبنسة كمان علشان خاطر ان احنا نطلع بقى الكالون بعد ما نفكه. وزي ما انتوا شايفين انا بدأت اول حاجة بكالون باب الريسبشن ان انا افكه، فبدأت ان انا افك الاول حاجة الاوكر وبعد كده هفك الكالون زي ما انتوا شايفين. وزي ما انتوا شايفين بعد خلاص ما فكيت بقى الاوكر وفكيت الكالون بتاع الباب بتاع الريسبشن الاولاني، يلا بينا بقى نروح نفك بنفس الطريقه برضو الاوكر والكالون التاني بس بباب اوضه الاطفال علشان بعد كده نعمل التبديل زي ما اتفقنا. خليكم معايا.